حبايبنا الحلوين في كل مكان، أهلا بيكم من جديد. فيلمنا النهاردة بيتكلم عن المستقبل لما قرر كل البشر إنهم يسيبوا كوكب الأرض بعد ما التلوث زاد، وطلعوا للفضاء في سفينة فضائية ضخمة اسمها أكسوم. ولكن وجودهم في الفضاء كان محدد بوقت معين، أكيد مش هيفضلوا في الفضاء طول عمرهم، وسابوا على الأرض مجموعة من الروبوتات اللي شغلتهم الوحيدة إنهم ينظفوا الكوكب من كل التلوث اللي حصل فيه. لكن للأسف القعدة في الفضاء والراحة الكبيرة اللي بقى البشر عايشين فيها عجبت السكان، وقرروا إنهم يفضلوا في الفضاء لأكتر من 700 سنة، ونسوا كوكب الأرض وكل اللي عليه. بس اوعى انت تكون زيهم وتنسى انك تنزل تتأكد انك مشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يجيلك اشعار بكل جديد ينزل، وصدقني هتنبهر بكل الفيديوهات اللي جاية. فيلا بسرعة انزل اعمل اللي قلتلك عليه وتعالى تاني عشان اقولك ايه اللي حصل بعد كده. الروبوتات اللي كانت على كوكب الأرض كلها ماتت، ومفضلش حاجة على الكوكب غير انسان آلي واحد بس واسمه وول اي، اللي فضل يكمل مهمته على الكوكب وينظف المكان كله من غير اي ملل، وقدر كمان يبني لنفسه بيت من عربية قمامة قديمة. وكان صديقه الوحيد على الكوكب ده هو صرصار وحيد. كان وول اي بيرجع كل يوم بالليل لبيته عشان يستف الحاجات اللي جمعها على مدار اليوم من الزبالة على كوكب الأرض، ويشغل فيلم موجود على شريط فيديو وحيد برضه لقاه في الزبالة. الفيلم ده كان فيلم رومانسي وفيه قصة حب، ومن كتر ما الروبوت شاف الفيلم بقى نفسه يعيش نفس قصة الحب اللي بيشوفها في الفيلم ده، لكن مفيش غيره هو بس على الكوكب. وفي يوم من الأيام شاف وول اي شعاع ليزر على الأرض، استغرب منه لأنه أول مرة يشوف حاجة زي دي، ففضل يتتبعها من غير ما يبقى فاهم هو ايه ده اصلا. وفجأة شعاع الليزر بقى مجموعة من الاشعاعات الكتيرة حواليه، ولما بص فوق شاف صاروخ بيقرب منه بسرعة كبيرة، فهرب واستخبى في حفرة عشان يبعد عنه. وفجأة خرج من الصاروخ انسان آلي تاني بس متطور شوية عن وول اي، ففضل الروبوت بطلنا يتابعه من بعيد، وعرف انه المفروض بنته اسمها ايف، فوقع في حبها من اول نظرة. لكن ايف كانت عدوانية جدا وبتضرب نار بشكل مبالغ فيه على اي حاجة بتتحرك، وكانت هتقتل الصرصار صاحب بطلنا. لكن بعد شوية حبته. فضلت ايف تتحرك بسرعة في الكوكب عشان تنفذ المهمة اللي جت علشانها، وكان وول اي بيتابعها من بعيد لبعيد وبيحاول يفرجها على اختراعاته ويعمل لها هدايا عشان يفرحها. لكن ايف كانت مركزة في المهمة بتاعتها ومش عايزة تتشتت خالص. كانت ايف بتدور على اي شكل من اشكال الحياة على الارض وخصوصا النباتات، لكنها ما لقتش حاجة وبدأت تتعصب. واللي زود المشكلة بتاعتها انها وقعت في مغناطيس كبير ما قدرتش تتحرك منه، وده خلاها تتجنن وتدمر كل المكان حواليها. وبتحس بعدها بالاحباط عشان يبدأ وول اي يقرب منها بعد شوية ويحاول يفكها ويغير من حزنها، وفعلا نجح وبدأت ايف تتعامل معاه. لكن فجأة عرفت ايف ان في عاصفة رملية كبيرة بتقرب وكانت خايفة جدا، بس وول اي مسك ايديها واخدها على بيته وبدأ يوريها كل الحاجات الجميلة اللي كان بيجمعها، وفرجها على الفيلم الرومانسي طبعا، وحاول يرقص معاها زي الفيلم، لكنها ما كانتش عارفة تعمل زيه، وتسببت انه يتخبط في الحيطة وعينه تتكسر. لكنه طمنها وراح بسرعة يصلحها لانه عنده قطع غيار كتيرة جدا لجسمه، جمعها طبعا من الروبوتات اللي ماتت على كوكب الارض. وبعد شويه قرر وول اي انه يوري ايف النبته اللي لقاها على الارض، وفعلا انبهرت واخدتها على طول ودخلتها جواها، ودخلت بعدها في وضع الثبات من تاني. بدا وول اي يقلق على حبيبته الجديده، حاول ينسجم معاها ويخرجوا سوا، لكن ما كانتش بتستجيب لاي حاجه عشان مستنيه السفينه الام ترجع وتاخدها. حاول وول اي بكل الطرق انه ايف تفوق تاني، لكن مفيش فايده. بعد كده فعلا وصلت السفينه الام واخدت ايف، لكن وول اي ما قدرش يسيبها واتعلق في السفينه وسافر معاها للمركبه الام عشان يلاقي نفسه في عالم البشر من تاني اللي اتفاجئ بشكلهم بعد 700 سنة. السفينة وصلت للمركبة الأم وكان البشر تخان وكسالى جدا وتقريبا ما بيتحركوش، والروبوتات هم المتحكمين وبيعملوا كل حاجة في الدنيا حتى تعليم الأطفال. وعشان كده وول إيه متفاجئ جدا من اللي بيشوفه حواليه، لكن ما استناش عشان يتم تنظيفه من روبوت صغير كده اسمه مو، وجرى ورا إيف، وطبعا مو وراه بينظف الطين اللي سايبه من آثار رجليه، لغاية ما وصل وول إيه بعد كده لأوضة القيادة الرئيسية، وبيقابل هناك روبوت تاني اسمه أوتو، وهو المتحكم في كل حاجة في المركبة الأم اللي عليها كل البشر والروبوتات دول. أوتو فحص إيف وعرف إنها لقت النبتة على سطح الأرض، ففرح جدا وقرر إنه يصحي الكابتن قائد المركبة الأم، واللي بنكتشف مع بعض إنه واحد من البشر الكسالى والتخان جدا. وطبعا كان الروبوتات هم اللي بيصحوه وبيجهزوه عشان يروح على غرفة القيادة. كان وول إي مستخبي بعيد وبيراقب اللي بيحصل، وهناك عرف إن الكابتن ده كل شغلته الكسلانة هو إنه يفضل يبص على الشاشات بتاعة المركبة الأم عشان يتأكد إن كل الأنظمة بتشتغل بسهولة ومفيش أي مشكلة. وساعتها بلغوا الروبوت اللي اسمه أوتو بنتيجة رحلة إيف للأرض وإنها لقت النبتة، فبسرعة حطها الكابتن في وضع التشغيل وداس على زرار عشان يشتغل فيديو لآخر رؤساء الأرض اللي بيقول فيه إن الأمل الوحيد لإن البشر يرجعوا يعيشوا تاني على سطح الأرض هو إن الروبوتات تلاقي نبتة واحدة على الأرض تدل على إن الحياة موجودة أو ممكن تبقى موجودة على سطح الأرض، ولو ده ما حصلش فالبشر هيفضلوا كسالى ومعتمدين على الروبوتات لآخر حياتهم، لأن نشاطهم وحركتهم هتقل مع الوقت ومش هيبقوا
وقادرين يعيشوا تاني. ساعتها فرح الكابتن ان في امل وحاول يخرج النبته من ايف عشان يبدا يحللها، لكن للاسف ما لقاش النبته. ساعتها قال ان اكيد في عطل في الروبوت ده وامر انها تروح على الاصلاح. في الوقت ده حاول وول اي انه يخرج من مكانه ويكلم ايف، لكنها رجعته مكانه تاني. ولما جه الاليين التانيين عشان ياخدوها للتصليح ظهر وول اي وسلم على الكابتن وساب اثر من التربه الارضيه في ايد الكابتن اللي بدا يحللها ويعرف ان الارض دي كانت عباره عن ايه قبل كده، وده طبعا بعد ما فشلت كل محاولاتهم بعد 700 سنه انه يعرفوا شكل الارض ايه. راحت ايف للصيانه وول اي راح لمكان تاني بس كان شايف فيه ايف من بعيد، ووقت ما كان بيتعمل لها صيانه افتكر وول اي انها بتتعذب فاستخدم الليزر بتاعه وخرج من القفص وراح عشان يخرج حبيبته، لكن لسوء الحظ حصل خلل واتفتحت كل الاقفاص بتاعه الاليين التانيين، وساعتها كلهم خرجوا بسرعه من حبسهم واخدوا وول اي معاهم شايلينه وفرحانين بيه لانه كان السبب انهم يخرجوا للحريه. بس لسوء الحظ الفرحه ما كملتش لان الروبوتات الحراس قطعوا طريقهم وصوروا صوره لايف ومع وول اي واعلنوا في كل المركبه الام ان دول خطر واللي يشوفهم يوقفهم. بسرعه هربت ايف مع وول اي من الحرس واخدته لاوضه المحركات عشان يركب واحده من مركبات الطوارئ ويرجع للارض، بس وول اي رفض انه يرجع الا لما تكون ايف معاه، لكن ايف رفضت لان مكانها هنا. ساعتها وول اي هو كمان رفض يرجع وخرج من المركبه الام، لكن فجاه سمعوا صوت قريب منهم وبيكتشفوا انه انسان آلي صغير معاه النبته اللي كانت جوه ايف واللي سرقها الروبوت الرئيسي عشان يرجعها تاني للارض، لانه عارف ان البشر لو لقوا نبات على الارض هيرجعوا فورا لهناك وهو مش هيبقى ليه لازمه طبعا. عشان كده حاول وول اي يرجع النبته من الروبوت الحرامي ده وفعلا قدر يرجعها، لكن للاسف الكبسوله اللي دخلها انطلقت بالغلط وخرجت وراه ايف بسرعه عشان تنقذه، لكن وول اي فضل يدوس على كل الزراير عشان يحاول يخلص نفسه، لكنه داس بالغلط على زرار التفجير التلقائي وانفجرت الكبسوله قبل ما تقدر ايف انها توصل له، وكانت مصدومه عشان حبيبها ما بقاش موجود، لكن اتفاجئت ان وول اي لسه عايش لانه استخدم طفايه الحريق اللي في الكبسوله وعملها زي الصاروخ النفاث عشان يتحرك، وراح لايف اللي فرحت جدا بيه وانه لسه موجود على قيد الحياه، وكمان سلمها النبته وبدا الاتنين ينسجموا ويطيروا مع بعض في الفضاء، وكان مجموعه من سكان المركبه الام بيتفرجوا عليهم وفرحانين جدا بالعلاقه اللي جمعتهم. خلصت ايف وول ايه اللي بيعملوه وراحوا بسرعه على قائد المركبه الام عشان يبلغوه باللي حصل ويسلموه النبته. حاول اوتو انه يمنعهم لكن من غير فايده، ووصلت فعلا النبته للكابتن اللي اتاكد ان الارض صالحه لعوده البشر، وامر اوتو انه يشغل محركات السفينه فورا ويرجعوا للارض، لكن اوتو رفض الامر وكان ده صادم جدا للكابتن. ومش بس كده، ده اوتو حاول ياخد النبته من الكابتن لكن القائد قاوم والروبوت حاول يبعده، بس دخل روبوت تاني من جنود اوتو واخد النبته ورماها في الزباله، وول ايه قدر يجيبها برضه. ساعتها اتغاظ منه اوتو لما راح ياخد منه النبته حطها وول ايه جواه، فصعقه اوتو بشده كبيره ورماها في الزباله بعد ما خد منه النبته وضغط على زرار قفل ايف ورماها هي كمان وراه، وكمان رمى النبته معاهم وحبس الكابتن في اوضته عشان ما يعملش اي مشاكل وسيطر على المركبه الام بالكامل. في الوقت ده ايف رجعت تاني للتشغيل لما داس على الزرار واحد من الفيران اللي موجودين في الزباله. بسرعه حاولت تخرج ما عرفتش، فلما شافت وول ايه جنبها دمرت الزباله اللي حواليها وقدرت تنقذ حبيبها، بس قبل ما يطيروا في الفضاء بره المركبه ظهر روبوت التنظيف وانقذهم على اخر لحظه. في الوقت ده كان وول ايه بيموت وسلم النبته لايف عشان تكمل المهمه لان ده الامل الاخير للارض، بس هي ما كانتش مهتمه ورمت النبته، فبدا وول ايه انه يزحف ناحيتها وسلمها لايف وطلب منها تكمل المهمه لان ده الامل الاخير لسكان الارض، لكن ايف حاولت تصلحه بس للاسف مفيش فايده لان اصدار وول ايه قديم جدا، بس افتكرت ان في قطع غيار لوول ايه على الارض فقررت تروح لمقر القياده الرئيسي عشان ترجع المركبه الام للارض وهو ده الحل الوحيد لانقاذ وول ايه. بس الحراس واوتو شافوهم وبداوا يطاردوهم من جديد، بس ايف المره دي وول ايه تمت مساعدتهم من الروبوتات اللي حررها من قسم الصيانه فاكرينها، وفعلا قدروا يوصلوا لمقر القياده لكن ما كانوش عارفين يعملوا ايه. ساعتها طلع الكابتن في بث مباشر وقال لايف انها لو حطت النبته في مكانها في المركبه الام هترجع تلقائي للارض، لكن اوتو قطع البث وميل السفينه وخلى كل البشر يقعوا من الكراسي واستعاد السيطره وحاول يقفل مكان النبته. ساعتها ضحى وول ايه بنفسه وساب المكان مفتوح، وكمان بدا الكابتن يقاوم نفسه وقدر يقف على رجليه تاني بعد ما بقى سنين ما بيقدرش يمشي على رجليه، وسيطر على اوتو وقفله خالص من زرار الباور بتاعه، وكمان داس على زرار العوده للارض وفعلا وصلت المركبه الام للارض. وبسرعه راحت ايف على بيت وول ايه وبدات عمليه تصليحه وفتحت فتحه في السقف عشان يتشحن بالطاقه الشمسيه وقدرت ترجعه للحياه من تاني، لكن للاسف كان وول ايه ما عندوش القدره على انه يفتكر اي حاجه خالص ولا حتى ايف نفسها، رغم محاولاتها انها تفكره لكنها اتمسكت بالامل وقربت منه ومسكت ايده اخيرا، وساعتها بدات الذاكره ترجع لوول ايه وافتكر كل حاجه، وقرر البشر والروبوتات انهم يتحدوا مع بعض ويعمروا الارض من جديد من غير ما يسيبوا اي ازمات تاني لكوكب الارض تخلي البشر ما يقدروش يعيشوا عليه. بكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا النهارده، بس حكاوينا لسه ما خلصتش، استنونا في فيديوهات كتير جايه وادعمونا باللايك الجميل والكومنت
كومنت تحت الفيديو، وما تنساش قبل ما تخرج تدوس على السبسكرايب للقناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد بننزله، ونشوفكم قريب قوي. باي باي.